بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم بألف خير. هنعمل إن شاء الله زبادي أو حور رمضان. زبادي هنعملها من غير جهاز، وفي نفس الوقت هتبقى أوفر وأنضف وأحسن ألف مرة من اللي بنشتريها. دي علبة زبادي ب4 جنيه ونص، فيها معلقتين زبادي. وشوف العلبة صورة قد ايه وناقصة اللي عندي فين، يعني يا ريتها ملانة حتى. وب4 جنيه ونص. هتجيب الكيلو اللبن، في حد بيبيعه ب16 جنيه وفي حد بيبيعه ب17. يعني مش جاي تمن 4 علب زبادي. كل علبة فيها معلقتين، وبيضيفوا عليها لبن بودرة. يبقى في زبادي خلاص انتهت صلاحيتها وبيحطوها يعيدوها تاني في عمل الزبادي بحجة انها تبقى خميرة، وده طبعا يعني يبقى شيء انتهت صلاحيته. فازاي يعني هنعمله خميرة؟ احنا هنعمل خميرة هو اول مرة من دي ان شاء الله. وبعد كده هتجيبي كل يومين مش كل يوم، يعني كيلو لبن هيعمل لك زبادي يومين مش يوم واحد. هتعملي منه الخميرة كمان بعد كده. هنشوف ازاي ان شاء الله هنعمل الزبادي النظيفة المضمونة على ايدك، من غير جهاز ومن غير اي حاجة تكلفنا. اللبن انا سخنته، بيبقى درجة حرارته زي رضعة البيبي كده، او يعني زي دمعة العين. تعرفي تحطي صابعك فيه وتستحمليه. هناخد من العلبة دي، مش هاخدها كلها يعني، كمان ان شاء الله مش هيكلفك حتى علبة الزبادي. معلقة كده كفاية. هاخد معلقة للكيلو اللبن. هنهرسها الاول على قد ما نقدر كده. وطبعا الزبادي الخميرة ده لازم يكون بدرجة حرارة الجو، يعني ما تبقاش طالعة من التلاجة وتحطيها في اللبن اللي انت هتدوبيها بيه، تبرده او ننزلها على كل اللبن برضو، يعمل له ايه، تبريد، ما يبقاش بالدرجة المطلوبة. سهولة جدا. كانوا زمان لما بيعملوا زبادي بيحطوا لقمة عيش في جملة اللبن، ويستنوا كده ساعة أو 2 لما العيش يعمل خميرة للبن كله، وبعدين يوزعوه على كوبايات أو الأطباق اللي هيحطوا فيها الزبادي. بعد كده هننزل الزبادي اللي دوبناه في اللبن، أو معلقة الزبادي مش الزبادي. ناخد كمان شوية كده. بالشكل ده. وهنقلب كويس عشان نخلط معلقة الزبادي باللبن كله. ممكن نحط لقمة عيش كده ونغطي عليها شوية، ساعة ولا حاجة، وبعد كده نوزعها على الأطباق أو على الكوبايات اللي هنحط فيها الزبادي. وما نحتاجش كمان للزبدية اللي هنشتريها ب4 جنيه ونص دي ومفيش فيها زبادي. أنا عندي الجهاز اللي بنعمل فيه الزبادي اهو، بس إن شاء الله هنعملها مع بعض مش في الجهاز. أنا هاخد من الجهاز ايه بقى، هاخد الكوبايات دي، مش كوبايته، هو كان كسر منه كوباية، فهنحطه في كوباية تانية، يعني عشان برضو مش ما ترتبطيش بكوبايات الجهاز، لان هي كوباية زي اي كوباية. تعملي في كوباية، تعملي في بولة، تعبي الكوباية او البولة. تعملي زبادي ضمن غرفتها وبسهولة جدا، يعني مش محتاجة مننا ان احنا نروح نجيب علبة زبادي ب4 جنيه ونص مفيش فيها قد الكوباية اللي احنا هنعملها دي. وفي صينية زي دي او اي صينية عندك هتنقلي فيها الكوبايات اللي انت عبيتيها، البولات او الكوبايات. ولو انت عاملة في صينية ألمونيا زي اللي انا عاملة فيها دي، بتنزلي معلقة خل عشان الصينية ما تزرقش.
وميه سخنه بتنزلي بتلت الكوبايات او نصها، مش على المعلقه الخل اللي احنا حطيناها في الصينيه. وزي ما شفتوا كده ممكن نغطيها بستريتش، نقفل على الصينيه كلها بستريتش وتبقى كانها غطا الجهاز، او نقفل عليها بالصينيه زي دي كده. لو مفيش حد عنده ستريتش ممكن يغطي باي حاجه، وهتعمل زبادي وهتبقى زي الفل. ممكن تسيبها كده على رخامه المطبخ طول اليوم، مش ضروري الفرن، بس عشان الجو يعني برد الايام دي هنشغل الفرن لمدة 5 دقايق ونطفيه، ونحط فيه الصينية بالزبادي، بكوباية الزبادي. بتبقى معانا من 4 ساعات ل6 ساعات، زيها زي الجهاز بيعمل الزبادي في 6 ساعات. يعني ممكن تعمل الزبادي من بعد الفطار على السحور تكون جاهزة. وهنشوفها ان شاء الله مع بعض لما تجهز بعد كده، وهنشوف شكلها ايه. وبعد 6 ساعات هنشوف الزبادي بقت بالشكل ده. دي كوباية الزبادي اهي، ممكن تعمليها ببولة زي ما بقولت. طبعا دي تبقى مية من اللبن، وكمان من البخار اللي بيعمل عرق في الصينية اللي متغطية بيهم الزبادي. ما شاء الله، معلقة زبادي واحدة، نص العلبة كمان مش العلبة، وعملنا زبادي انضف واحسن من اللي بنشتريها. وكمان اللبن ده انا كنت يعني مش الكيلو كامل، يعني واخدة منه حوالي كوباية، ده عمل 7 كوبايات بتمن 4 علب او يقل كمان. الكيلو زي ما قلت ب17 جنيه، عشان نجيب 4 علب زبادي ب18 جنيه. وكمان مش زي دي، وفي حاجة انا نسيت اقولها، اللبن اللي هتعملي زبادي بيتغلى، سواء غليتيه وبردتيه بعد كده واستنيتي لما يبرد عشان نوصل بيه للدرجة اللي بتبقى مطلوبة للزبادي، اللي هي زي ما بنقول تقدري تحطي صابعك وتستحمليه، او زي رضعة البيبي، او دمعة العين. بتغليه وبتسيبيه لما بيبرد لوصل للدرجة دي، بتبتدي تخلطي الخميرة الزبادي يعني اللي عندك بحبة زي ما شفتوا كده في اول الفيديو، وبعدين تخلطها باللبن كله. ولو عايزة تشيلي وش اللبن وتعملي الزبادي منزوعة خالص الدسم، او يعني نص دسم، بتغلي اللبن وتستني لما يبرد وتحطيه في التلاجة. لما يتكون الوش او نسميها القشطه اللي تبقى فوق وش اللبن، بتشيلي زي ما انت عايزه، يا تشيلها كلها يا بتشيلي جزء منها، وبترجعي تاني تلفي اللبن زي ما لفيته انا في الاول كده، وبتبتدي تعملي الخطوات اللي عملتها انا في الاول. زبادي نظيفه رخيصه موفره كمان، يعني زي ما قلت كده. انت ممكن تشيلي بقى معلقتين 2 من كوبايه زي دي، وبعد كده تعمليهم خميره. وزي ما قلت اللبن الكيلو ده الوقت احنا معانا 7 كوبايات مش 4، والكيلو ده انا يعني يمكن شلت منه قد كوباية كده، يعني ممكن يعمل ال8. ويبقى زبادي لأحلى سحور ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. وزي ما قلت ممكن قوي تعمليها بعد المغرب، بعد ما تفطري تجهزيها، تكوني مثلا غالية اللبن وسبتيه يبرد وتجهزيها بعد الفطار على السحور ان شاء الله هتبقى جاهزة للأكل. او تعمليها وانت بتجهزي الفطار، بتطبخي قبل الفطار، وان شاء الله في الحالتين هتبقى الزبادي جاهزة اوفر وانضف واحسن. وزي ما قلت، وعايزه اكد كمان على حاجة تانية، اغلي المية تبقى سخنة اللي هتحطيها تحت الزبادي، وبرضو شغلي الفرن وحطيها لان الجو برد دلوقتي، فعايزة مية سخنة عشان تحرك الخميرة وتكون الزبادي. وده شكل الزبادي بعد 6 ساعات. مية مغلية بتحطها في الصينية وبتدخلها الفرن بعد ما بتسخنيه، وتغطيها بأي حاجة، ومن غير جهاز ومن غير خميرة كتير، يعني مش هتحتاجي. هي أول مرة معلقة زبادي زي ما شفتم، هتعملي أحلى زبادي لسحور رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. والشكل يعني ما شاء الله، شوفوا شكل الزبادي، روعة، حلوة جدا، زبادي في منتهى الجمال. طبعا المية اللي تبقى جوه الزبادي دي مفيدة، ما ترماش، فيها الكالسيوم كله. ان شاء الله تعملوها وانتوا في احسن حال.
وبأكد تاني الزبادي تغلي المية اللي هتحطيها في الصينية، وتشغلي الفرن وتدخليها عشان الجو برد، عشان تتفاعل بسرعة الخميرة مع اللبن، وان شاء الله تاكلها على السحور. الزبادي بعد كده بتغطيها وتحطها في التلاجة، بتاخدي اللي انت عايزاه، واللي مش عايزاه بتغطيها وتحطها في التلاجة زي اي زبادي. بتقعد عندك من 3 ايام ل4 ايام الزبادي دي، لان طبعا اللي احنا بنشتريها فيها مواد حافظة، دي من غير مواد حافظة خالص. بتقعد 3 ايام 4 ايام تكوني مخلصاها وتعملي غيرها، وبكده تبقي من عملتي انضف واطعم وارخص زبادي يكفي يومين لعيلة يعني، ومكونة مثلا من 4 افراد، بتمن يوم واحد هتشتريه، وعاملاها نظيفة وضامنة لبنها بتغليها على ايدك، ما فيش اضافات من اللي بنسمعها ويضيفوها على الزبادي، صلاحيتها ما انتهتش ويرجعوا يضيفوها تاني ويعيدوا صنعها ويبيعوها لنا وناكلها. كمان زي ما قلت ممكن تشيلي نص الدسم او تشيلي الدسم كله، وبعدها بتغلي اللبن وتحطيه في التلاجة وترجعي تسخنيه تاني عشان تجهزي للزبادي. انضف وارخص واطعم زبادي لسحور احسن شهر، وكل سنة وانتم بألف خير. شوفوا ما شاء الله زي ما بينت قبل كده الزبادي حلوة جدا، زبادي طعمها في منتهى الجمال. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله يكون شهر الخير علينا جميعا. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.